يوم 31 يناير من سنة 2024 بنت اسمها مريم وعندها 27 سنة بتكون مع بناتها الاتنين وزوجها في سويسرا، ومرة واحدة بتختفي ومحدش عارف لها أي مكان. أخوها حسام بيحاول يتواصل معاها ويكتشف إنها قافلة كل أكاونتاتها من حوالي 8 ساعات، ودي ما كانتش عادة مريم تماما إلا على طول أكتف على مواقع التواصل الاجتماعي. حسام في التوقيت ده كان في دبي وحاول إن هو يتواصل مع أهله اللي موجودين في مصر علشان لو يعرفوا عنها أي حاجة، ولكن يكتشف إن هم كمان ما يعرفوش عنها أي حاجة. وابتدى القلق يزيد مع مرور الأيام لأن مريم كانت مريضة سكر ولازم يوميا تاخد جرعتين أنسولين. فيا ترى مريم اختفت فين، ولما نلاقيها هتكون حالتها عاملة ازاي؟ وده اللي هنعرفه في بيكوهاتنا النهارده. تكونوا بقى دعمتونا باللايك الحلو زيكم، وشرفتونا كمان باشتراككم معانا في القناه وفعلتوا زر الجرس علشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديده اول باول. وصلوا بقى بينا على الحبيب وبسم الله، ونبدا بيكوهات جديده. بتبدا الحكايه يا عزيزي مع بطله قضيتنا النهارده، وهي مريم مجدي احمد، او بنت الاسطى مجدي زي ما كانت كاتبه على الفيسبوك بتاعها، او ام الهوانم توته وديجا زي ما كانت بتحب تقول. مريم اتولدت في مصر في مدينة شربين في محافظة الدقهلية، وكان معروف عن مريم انها شخصية طيبة جدا وبسيطة وعفوية طول الوقت، وده اللي هتقدر تستشفه بسهولة اول ما تخش على اكونتاتها على السوشيال ميديا من بوستات الهزار والضحك اللي كانوا ماليين الاكونتات بتاعتها. مريم اتجوزت من شاب سويسري ولكن عنده اصول مصرية اسمه وليد امير ماير، واللي كان عنده 32 سنة. وليد اتولد وعاش كل حياته في سويسرا، ولكن في نفس الوقت وليد كان عنده أصول مصرية من جدوده، وكان يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية السويسرية. وفي يوم وليد قرر إن هو ينزل مصر علشان يتعرف على قرايبه المصريين، ولما نزل مصر اتعرف على أهله وكمان اتعرف معاهم على الدين الإسلامي. وليد ساعتها أعجب بالدين الإسلامي وبالتعليم بتاعته، وقرر إن هو يعتنق الديانة الإسلامية، لأن وليد في سويسرا وعلى حسب ما أنا عرفت إن هو ما كانش يحمل أي ديانة، من الآخر ملحد. فرح ساعتها على الأزهر الشريف في مصر، وهناك أعلن وليد إسلامه رسميا، والكلام ده بالتحديد كان في سنة 2012. وبعد كده رجع على سويسرا من تاني، ولكن بعد كده على فترات وليد بدأ يزور مصر كل شوية علشان خاطر أهله، وبعد كده ابتدى إن هو يكون شبكة من الأصدقاء والمعارف اللي موجودين هنا في مصر. ومن الأصدقاء دول كان حسام مجدي أحمد، واللي بالمناسبة هو أخو مريم. وليد وحسام بدأوا إن هم يكونوا أصدقاء جدا وتعرفوا على بعض من خلال صديق مشترك عرفهم ببعض. وحسام كان معجب جدا بأخلاق وليد خصوصا بعد اعتناقه للدين الإسلامي، وبدأوا ساعتها ان هم يتبادلوا بعض الزيارات في بيوتهم. وفي يوم من خلال الزيارات دي وليد كان عنده حسام في البيت وشاف مريم اخته، وقتها وليد حب مريم زي ما بنقول كده من اول نظرة، وده طبعا لاخلاقها وجمالها وتدينها اللي كانوا ظاهرين عليها جدا. وعلى طول وليد خد الخطوه وطلب ايدين مريم للجواز من حسام ومن اهلها، ومريم ساعتها ما كانش عندها اي مشكله وما فكرتش كتير، وخدوا القرار واتجوزوا، وبعد كده طلعوا على سويسرا علشان يعيشوا هناك. حياة وليد ومريم في البداية كانت حياة هادية جدا، وعاشوا حياة مستقرة في سويسرا، وده راجع لأن وليد كان بيعامل مريم معاملة كويسة وبيراعي فيها ربنا. وفي خلال الفترة الأولى من الجواز خلفت مريم بنتها الأولى وهي فاطمة، واللي بالمناسبة عندها 8 سنين دلوقتي، وخلفت بنت تانية وسمتها خديجة واللي عندها 6 سنين. ولكن بعد فترة حياة وليد ومريم بدأت تاخد منعطف تاني خالص، لأن وليد في الفترة دي بدأ إن هو يتعرف على ناس مش كويسين. وليد ساعتها ابتدى إن هو يتعرف على ناس زي ما بيطلق عليهم متشددين، ولكن دول مش متشددين، دول يعتبر متطرفين. ونوعية الناس دي منتشرين في كل أنحاء العالم، يمكن أكتر شوية من البلاد العربية عندنا، اللي أغلبيتنا بنكون عارفين ديننا كويس وتعاليمه الأساسية، وما بنكونش يعني متزمتين. وما أقصدش هنا إننا مش متزمتين يعني سايبين، أقصد إن في اعتدال شوية في أمورنا الدنيوية بما يتناسب مع تعاليم الدين. المهم إن الموضوع ده أثر بشكل كبير على علاقة مريم ووليد. وليد اللي ابتدى يزعق لمريم ويعنفها وكمان يضربها ويبدأ يفرض عليها بعض الأمور في الدين بالغصب، من ضمنها كانت النقاب. وموضوع النقاب ده تحديدا كان بتعنيف شديد جدا منه. وعرفنا بعد كده من حسام أخو مريم الكبير
ان مريم كانت بتعاني من مرض السكر واللي كان مسبب لها صعوبات في التنفس، وبالتالي الدكاتره نصحوا مريم ان هي مش هينفع تكمل بالنقاب لانه طبعا هيبقى مؤثر بالسلب على صحتها وعلى سلامه نفسها. ولما راحت مريم عشان تبلغ الكلام ده لوليد، فضل مصمم على موقفه ومصر ان هي تفضل لابسه النقاب، والروايه دي كانت بناء على كلام اهلها. لحد ما في يوم مريم ما قدرتش ان هي تتحمل العيشه دي، فقررت ان هي ترجع على مصر على بيت اهلها في الدقهلية. ولما رجعت حكت كل حاجه لاهلها من معامله وليد لها في سويسرا، من ضرب واهانه وقله قيمه. ومريم ووليد على مدار السنين اللي عاشوها في سويسرا ما كانوش عايشين هناك لوحدهم، ده كان كمان عندهم اصدقاء كتير من الجاليه المصريه اللي عايشين هناك. ومريم وهي عند اهلها كلمت صحابها اللي عايشين هناك، واللي بالفعل شهدوا على كل الكلام اللي قالته على وليد، وقالوا ان فعلا وليد كان بيتعامل معاها معامله صعبه جدا. وفي الوقت ده اهلها نصحوها ان هي لازم تنفصل عنه، لانهم شافوا ان كل اللي بيعمله ده ولا ليه علاقه بالدين الاسلامي ولا بالتدين. طبعا وليد اول ما عرف اللي مريم عملته نزل جري وراها على مصر، وساعتها رفع عليها قضيه علشان ياخد حضانه البنتين. ولكن المحكمه المصريه طبعا حكمت ان الام هي اللي هتاخد حضانه البنتين، اولا لانهم لسه ما اتطلقوش اساسا، وثانيا ان الاطفال لسه صغيره، وثالث حاجه بقى والاهم ان المحكمه ما شافتش اي عيب ممكن يعيب الام انها تضم اطفالها. وحكمت كمان لوليد ان هو هيشوف البنات ولكن مره واحده بس اسبوعيا، والزياره دي هتبقى لمده يوم، يجي يشوف فيه الاولاد وياخدهم يخرجهم وبعد كده يرجعهم لوالدتهم في نفس اليوم. وليد ساعتها تقبل الامر الواقع وكمل في اللي قالت عليه المحكمه، وقرر بقى ساعتها ان هو هيقعد فتره في مصر علشان يقدر يشوف البنات. وفي زياره من الزيارات وليد جه خد البنات على اساس ان هو يفسحهم وبعد كده يرجعهم تاني. ولكن وليد في دماغه مش ان هو يفسح البنات ولا حاجه، وليد خد البنتين وطلع على طول على سويسرا. وبالمناسبه ان وليد كان مجهز كل حاجه من تذاكر الطيران ومن الاوراق، ولان وليد ومريم ما كانوش لسه اصلا انفصلوا رسميا، فكان عادي جدا ان هو يطلع بيهم من المطار، وطبعا بصفته والد البنتين، لان مفيش قانون رسمي بيقول ان الوالد لما يجي ياخد عياله بره البلد لازم ياخد موافقه الام، مع العلم ان العكس لازم يكون حاصل، بمعنى ان الام ما ينفعش تطلع بعيالها بره البلد طالما لسه على ذمه زوجها من غير موافقه زوجها نفسه. المهم يعدي وقت طويل ومريم مستنيه رجوع بناتها للبيت مره تانية، ولما اتاخروا قعدت تكلم وليد كتير ولكن تليفونه مقفول. وبعد اتصالات كتير عملتها مريم اتاكدت ان وليد خد البنات وهرب بيهم على سويسرا. وقتها مريم طبعا انهارت تماما لما عرفت ان بناتها اتاخدوا منها على اخوانها. ومش بس كده، ده وليد اول ما سافر على سويسرا رفع قضيه على مريم وقال ان هي ارهابيه ومتطرفه وعندها افكار مش مظبوطه وخطر على الاولاد، وجاب كمان شهود زور علشان ياكدوا على كلامه. وكل ده طبعا لان هو عارف ان مريم بمجرد ما تعرف ان هو هرب ببناتها على سويسرا مش هتسيبه وهتروح وراه، فهو سبق وعمل الكلام ده علشان يمنع دخولها من الاساس لسويسرا. وللاسف ان المحكمه بتطلع قرار بتمنع فيه مريم من دخول سويسرا، وكمان بيلغي اقامتها من البلد نهائيا. وطبعا مريم وصل لها الخبر بتاع الغاء اقامتها وكمان منع دخولها سويسرا مره تانية، فجريت ساعتها على الخارجيه المصريه، والخارجيه المصريه بدورهم كلموا السفاره المصريه اللي موجوده في سويسرا. ومريم ما سكتتش برضه لانها كانت مصممه انها ترجع بناتها مهما كان الثمن، فقررت تكلم جمعيات حقوق الانسان وكمان جمعيات حقوق المراه اللي موجودين في سويسرا، وحكت لهم كل الحكايه وقالت لهم ان جوزي سويسري الجنسيه وخطف بناتي ومش عاوزنا اشوفهم مره تانية. وبعد الضغط والمعافره قدرت مريم بالفعل انها توفر فيزا لسويسرا، والجمعيات دي كمان وفرت لها اقامه مؤقته علشان تقدر ترجع بناتها. ومريم اول ما وصلت سويسرا رفعت قضايا كتيره ضد وليد، واول قضيه فيهم كانت قضيه طلاق رسمي، والتانيه كانت قضيه ضم حضانه كامله للبنات. وطالبت المحكمة السويسرية بأنها تلتزم بأمر قضاء المحكمة المصرية اللي بيقول إن مريم هي الحاضنة لبناتها، ولكن المحكمة في سويسرا حكمت إن الحضانة تكون مشتركة ما بينها وما بين وليد، بمعنى إن في أسبوع يقعد البنات مع مريم 4 أيام ومع وليد 3 أيام، والأسبوع اللي بعده يكون العكس. كمان المحكمة حكمت لمريم بنفقة شهرية ليها وللبنات لأنها لسه على ذمة وليد، والنفقة دي كانت القيمة بتاعتها حوالي 2900 فرنك، ولكن طبعا وليد ما دفعش ولا ملي، فالمحكمة قررت هي اللي تدفع لمريم المبلغ ده ويتعاملوا مع وليد في الضرائب. والمحكمة أقرت إن الوضع ده هيستمر لمدة 2 سنين، وفي خلال ال2 سنين دول تكون مريم خدت الإقامة الدائمة
وخدت شقة وفي نفس الوقت اتعلمت اللغة، ووقتها تقدر ان هي تتطلق وتعتمد على نفسها ويكون عندها كمان دخل ثابت. والكلام ده كله حصل في 12 يناير من سنة 2024. ووقتها المحكمة قالت لمريم شوفي لك شقة انت والبنات واحنا هنتكفل بإيجار الشقة دي لحد ما تقفي على رجلك والدنيا تبقى معاكي تمام. ومريم بالفعل قدمت للمحكمة بعد كده 3 شقق واستنتهم ان هم يختاروا ما بين ال3 شقق دول عشان تقدر تاخد فيهم البنات ويعيشوا فيها. وطول الفترة اللي بيختاروا فيها الشقة دي كانت مريم والبنات عايشين في فندق. بعد كام يوم مريم تتفاجئ بإيميل جاي لها من المحكمة إنها هتضم حضانة البنات كاملة، وإنهم كمان هيوفروا لها شقة من ال3 شقق دول تقدر تاخد فيهم البنات وتعيش فيها. مريم طبعا أول ما عرفت الخبر ده كتمت عليه وما عرفتش وليد أي حاجة علشان ما تقومش الجنونة بتاعته. وزي ما قلت لكم يوم 31 يناير من سنة 2024 مريم تختفي تماما ومحدش عارف يوصل لها خالص. حسام اخو مريم قال ان هو كلم مريم يوم 30 يناير علشان يطمن عليها وكمان على البنات، وقال ان في اليوم ده اطمنت عليها وعرفت ان هي موجودة في الفندق وامورها كانت عال العال. جه تاني يوم اللي هو يوم 31 يناير حسام بيتواصل مع اخته مريم ولكن بيكتشف ان هي بقالها 8 ساعات ما كانتش اونلاين. وزي ما قلت لكم في البداية ان مريم مش معتاد عليها ان هي ما تكونش اكتف طول الفترة دي، ولكن حسام ساعتها ما قلقش وظن ان هي ممكن تكون تعبانة ونامت شوية. ولكن بنوصل لاخر اليوم وحسام برضه مش عارف يوصل لمريم، فحس ان في حاجة مش مظبوطة فقرر ان هو يكلم اهله اللي موجودين في مصر، واللي بالمناسبة زي ما قلت لكم كان هو متواجد في الوقت ده في دبي. اهل مريم ساعتها كلموا رئيسة رابطة المصريين اللي موجودة في زيورخ وهي دينا الشرباصي، واللي بالمناسبة كانت تعرف مريم كويس. دينا حاولت على قد ما تقدر ان هي تطمن حسام اخو مريم وتطمن اهلها وتقول لهم ان ممكن تكون مثلا بايته عند حد من صحابها او موبايلها فصل شحن. ولكن دينا لما كلمت كل الاشخاص المشتركين اللي يعرفوا مريم واتاكدت ان محدش فيهم عارف عنها اي حاجه قلقت هي كمان. واهل مريم زي ما قلت لكم كان كل همهم ان بنتهم مريضة سكر وانها لازم تاخد يوميا جرعتين انسولين والا هيكون خطر على حياتها. المهم ان ساعتها البوليس بدأ ان هو يدور على مريم، واهل مريم اول حد شكوا فيه طبعا هيكون وليد جوزها. وحسام اخو مريم بدوره قدم بلاغ في السفارة المصرية اللي موجودة في سويسرا ضد وليد، بيتهموا اتهام واضح وصريح ان هو ورا اختفاء اخته مريم. وقتها دينا الشرباصي صديقة مريم ورئيسة رابطة المصريين اللي موجودين في زيورخ اقترحت عليهم ان هم يكلموا وليد جوز مريم ودي كده ويحاولوا يعرفوا منه اخر مرة شاف مريم امتى. ولما عملوا كده وكلموا وليد كان عادي خالص وبيرد ردود طبيعيه. ان يوم 31 ده اللي اختفت فيه كان يوم ميعاد الزياره بتاعتهم، فراح اخد مريم من الاوتيل وبالفعل كاميرات المراقبه ثبتت الكلام ده. وبعد كده اخدها على بيته قعدت مع البنات شويه وبعد كده مشيت لحد ما سالوه السؤال اللي خلاهم فعلا يشكوا فيه: هي مريم نزلت من عندك لوحدها ولا انت اللي وصلتها محطه الاتوبيس اللي بتوديها الفندق ولا انت اللي وصلتها بعربيتك لحد الفندق؟ وهنا وليد قعد يتلجلج وما يجاوبش اجابات واضحه وصريحه. وعلى مدار 10 ايام البوليس والجاليه المصريه وكمان السفاره المصريه كلهم بيدوروا على مريم، وكمان من هنا الخارجيه المصريه عمالين يتابعوا معاهم لحد من 3 ايام تقريبا، وتحديدا يوم 10 فبراير 2024 البوليس يكتشف جسد مريم موجود في نهر قريب من مدينه شافهاوزن. مريم للأسف كانت فارقة الحياة من فترة، وبالمناسبة إن المسافة ما بين النهر ده وما بين مدينة زيورخ اللي كانت عايشة فيها مريم حوالي 45 دقيقة. السلطات طبعا في سويسرا قبضوا على المشتبه الأول فيه والرئيسي وهو زوجها وليد لأسباب كتيرة بقى، منها الخلافات والمشاكل وكمان القضايا اللي كانت ما بينهم، وكمان شهود ناس كتيرة في الجالية المصرية عن وليد وأفكاره المتطرفة وسلوكه اللي ما كانش مظبوط. وبالنسبة لمريم فهي حاليا بيتم فحص الجسد بتاعها من خلال الطبيب الشرعي علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الوفاة. ووليد في التحقيق بكل برود قال إن مريم في الغالب انتحرت بسبب المشاكل اللي كانت ما بيننا وإنها ما كانتش عارفة توصل لأي حاجة. ولكن في الحقيقة الكلام ده زي ما دخلش عليكم ما دخلش كذلك على السلطات في سويسرا، لأنهم ببساطة كانوا عارفين حوار الإيميل اللي اتبعت لمريم من خلال المحكمة وإنها خلاص أصلا هتاخد حضانة الأطفال ليها. تاني حاجة إن كل الشهود في الجالية المصرية اللي عايشين في سويسرا أكدوا إن مريم شخصية طيبة جدا ومحبة للحياة ومستحيل تعمل كده في نفسها، بالإضافة إنها مستحيل تستغنى عن بناتها اللي حاربت علشانهم وسافرت من مصر لسويسرا مخصوص
علشان تجيبهم. المهم ان التحقيق دلوقتي شغال وكل حاجه هتبان بعد تقرير الطب الشرعي، وفي نفس الوقت السلطات متحفظين على وليد عندهم لان هو المشتبه الرئيسي فيه في القضيه دي. ولكن برضه لحد اللحظه دي مفيش اي دليل قاطع ومادي ان وليد هو اللي انهى حياه مريم. والمشكله الكبيره بقى دلوقتي هما في البنتين فاطمه وخديجه، لان لو ثبت بالفعل ان وليد هو اللي انهى حياه زوجته مريم يبقى على حسب القانون السويسري هيحصل حاجه من الاتنين. اولهم ان البنتين يروحوا يعيشوا مع اهل وليد، ودول الله اعلم هم عاملين ازاي، او ان قانون حمايه الطفل ياخدهم يحطهم في دار رعايه للاطفال، والبنتين بعدها يتعرضوا للتبني، واكيد طبعا مش هيكونوا مع بعض لان مش بالضروره عيله تتبنى اتنين لمجرد انهم اخوات. ولكن في امل وان شاء الله ده اللي يحصل، ان البنتين يرجعوا يعيشوا مع اهل مريم هنا في مصر، لان ربنا يبارك لها دينا الشرباصي رئيسه رابطه المصريين الموجودين في زيورخ قررت ان هي توكل محامي لقضيه مريم، والمحامي ده دوره ان هو يطالب السلطات ان البنات يرجعوا يعيشوا مع اهل والدتهم زي ما كانت بتتمنى. والقضيه لحد الان لسه مستمره، وان شاء الله البنات يرجعوا يعيشوا مع اهل مريم رحمه الله عليها. ومعلش في كلمتين كده في زوري محشورين من بدري قوي وجات الفرصه بصراحه ان انا اقولهم. الاعلام والصحافه وبعض الزملاء اللي بيعملوا اسقاطات على اي مرتكب جريمه ويمسكوا في حته بقى ان هو مسلم ومتشدد، وبص يعني بص ده انه عامله ازاي. فيعني من فضلك اذا تكرمت علينا لما تيجي تحاسب اي مجرم حاسبه ان هو من جنس بني ادم، يعني ما تقولش بقى شايف المسلمين شايف المسيحيين. لما تيجي تحاسب مجرم حاسبه ان هو مجرم، حاسبه ان هو تجرد من انسانيته ومن رحمته واختار بارادته الحره ان هو يبقى مجرم. لا تحاسبه بقى على دين ولا على تدين ولا على عرق ولا على شكل ولا على كل الكلام ده. فخليك محترم، سيبك من ان الناس تحترمك ولا لا، اهم حاجه انت بس تكون محترم نفسك، وربنا ان شاء الله هيظهر الحق. واكيد طبعا تعزينا وحزننا لاهل البطله مريم البنت المصريه الجدعه اللي كلنا والله فخورين بيها. اكيد طبعا فخورين ببنت شابه ما كانش عندها اي مشكله ان هي تسافر اخر الدنيا وكمان تضحي بنفسها في سبيل ان هي تخلي بناتها في حضنها. وان شاء الله وباذن الله قريب جدا نسمع اخبار كويسه في قضيه مريم، وكمان نسمع ان ولادها رجعوا لاهلها. وكالعاده يا شريك العزيز دعوتي المستمره ليك وليا ان ربنا يحميك من شرور الاقدار وكمان من نفوس البشر. ويا ريت بقى تخلوا لي بالكم من نفسكم ان شاء الله لحد ما اشوفكم القضيه الجايه. سلام.